من أعظم المواقف اللي ممكن ياخدها إنسان هي إنه يجبر بخاطر طفل صغير فقير جدا، وهو نجم كبير جدا وسط ناس كبيرة جدا وشبه يتحداهم، وياخد الموقف اللي هنشوفه ده سنة 95. وفي وقت فترة إقامة مارادونا في كوبا بعد ما تعافى من الإدمان لأنه كان مدمن، وهنتكلم عن ده في حلقة تانية. استضافوا الزعيم الكوبي فيدل كاسترو. تيجي الصدفة بقى ان مارادونا وهو مشارك في الاحتفال بتاع ذكرى الثورة الكوبية اللي قام بتنظيمها الحزب الشيوعي هناك، واحتفال ده يشارك فيه شخصيات مرموقة سياسية ومعروفة جدا في كل المجالات، وهم بيغنوا الأغنية أو المزيكا بتاعت الهافانا فيالا الكوبية. دخلت طفلة صغيرة عندها 10 سنين كده اسمها إليستريل بولورن. على فكرة القصة دي كانت سبب في إنها تغير قوانين في كوبا. المهم دخلت البنت البسيطة دي وقعدت تغني على أغنية هافانا بانانا. العيون كلها يا عيني كانت بتبص على الطفلة باشمئزاز للأسف. كانت هدومها يعني موسخة وملامحها آه، مش باينة تقريبا من التراب اللي كان على وشها. وبعد النظرة دي البنت اتحرجت ومشيت، بعد ما كمان هزقوها وزعقوا، بعد ما هزقوها وزعقوا لها وخلوها تطرد بره. بعدها الموقف ده أثر جدا، وخرج بره مارادونا عشان يجيب البنت دي. مارادونا أخد البنت من إيدها ودخل بيها غرفة كاسترو، بعد ما طبعا ما قعد يرقص معاها طول الوقت، ساعة كاملة قعد يرقص معاها قدام الناس كلهم في تحدي واضح جدا ليهم ونظرتهم الطبقية العنصرية. مارادونا أخد البنت من إيدها ودخل غرفة كاسترو. دخل غرفة كاسترو وقطع الاجتماع وقال لكاسترو، وكان طبعا قاعد مع الرئيس الكولومبي ومجموعة من سفراء العالم، وكان زعلان جدا وفي منتهى الغضب. وقال له انظر يا صديقي، احنا هنا عمالين نشرب ونغني ونرقص على شرف ثورة، ولا زال هنا اطفال يمنعون من ان يشاهدونا. انظر يا فيدل، انظر يا صديقي. يعني ايه الثورة المفروض الكوبية والشيوعية انها بتتكلم دايما عن الفقراء وعن الوقوف الى جانبهم والارتقاء بحياتهم؟ وبص انت دلوقتي ايه اللي حاصل. وبسبب الموقف ده فيدل كاسترو اصدر قانون معروف جدا اسمه المرسوم الابيض، اللي يمنع عمالة الاطفال، ان الاطفال ما يشتغلوش لان شكلها كان عامل بتشتغل، وحتى الشباب بفترة الدراسة. ويكلف الدولة بمسؤولية اكلهم وشربهم وتعليمهم، ويمنع عمالة الاطفال بالذات النساء الاناث خاصة الا بموافقة كتابية من فيدل كاسترو نفسه. بعد سنوات كان القانون ده سبب في تعليم وتوظيف اكتر من 70% من الجيل الرابع بعد الثورة الكوبية. موقف محترم جدا جدا لدييجو ارماندو مارادونا.